مرحبا حبايبي، اهلا بيكم بقناتي وقناتكم قناة الشيف منال. وصفة اليوم وصفة كتير طيبة وسهلة واللي احنا هنعملها بأقل من نص ساعة. هي وصفة المضغوط. يلا خلينا نعملها مع بعض. وخلينا نبدأ بالمقادير. معنا فرخة، معنا كيلو رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة. معنا هنا البهارات، معنا ملعقة كاري كبيرة، ملعقة هيل صغيرة، ملعقة قرنفل، ملعقة بهار كبسة، ملعقة صغيرة فلفل، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة حب مش مطحونة، ملعقة صغيرة زنجبيل، 2 حبة لومي، كم ورقة صغار عود قرفة، ملعقتين مرقة دجاج أو مكعبات اللي موجود. معنا هنا بصلتين، حبتين طماطم، 2 دبس بندورة، معنا حبة فلفل حد، معنا نص كوب زيت ومعلقة سمنة. وهنعمل الصوص الهندي الأخضر. معنا نص ربطة كزبرة وشوية نعناع وحبة فلفل حد وحبة طماطم صغيرة وملعقة صغيرة ثوم مهروس و4 معالق زبادي. ويلا دلوقتي خلينا نبدأ بالتحضير. هننزل بنص كوب زيت وعليهم ملعقة سمنة حيواني، خليهم يحموا شوي، بعدين بننزل بالبصل. وبنقلب وبنستنى عليه شوي لحتى ياخد اللون الأصفر. هيك البصل صفر معنا. هلأ بننزل بالبهارات، بنحمصهم شوي لحتى يطلعوا معنا النكهة والطعمة. البهارات تطلع كل نكهة الزيوت اللي فيها. هننزل ملعقتين دبس البندورة وبنقلبهم شوي عشان الدبس يستوي معانا. وهلا بننزل الطماطم والفلفل الأخضر الحد وبنقلبهم شوي. وهلا بننزل بالفراخ وبنخليها تتقلى معانا شي 5 دقايق. نقلبها لحتى تاخد لون من أول جنب، بعدين نقلبها بنخليها تاخد لون من الوش الثاني. بعد 5 دقايق هيك بيكون الفراخ اتقلت معنا. بننزل عليها ب2 لتر مية مغلية. ونكتم حلة الضغط عليها ونخليها ربع ساعة. وهيك بعد 15 دقيقة شلت الصفيرة وخليتها شوي ترتاح يروح الضغط، بعدين بفتحها. وهلا بننزل بالرز البسمتي. ملعقة ملح عشان نسيتها في الأول. نحركها هيك عشان الرز ينزل تحت والفراخ تطلع لفوق. نحط حبتين فلفل بدون ما افتحهم، يعني بس هيك مشان الطعم. ونضغطها مرة تانية 15 دقيقة. لما تصفر هنهدي على الآخر. وهلا بعد 15 دقيقة بنفتح حلة الضغط. شوفوا ما شاء الله الريحة بتجنن. شوفوا المنظر ما شاء الله، شي بشهي. ودلوقتي هنعمل الصوص الهندي الأخضر اللي اسمه صوص الشتني. خلينا نبدأ. نقطع حبة طماطم، ننزلها، شوية كزبرة خضراء، شوية نعناع أخضر، حبة فلفل حد حراقي على حسب ما بتحبوا. أنا مش هحطها كلها عشان هيبقى حراقي قوي. كفاية كده. ملعقة صغيرة توم مهروس،
نص معلقة حمض ليمون، واللي بيحب يحط نص ليمونة، العصير يعني. رشة كمون، 4 معالق زبادي، وننزل نص كوب ماء ونشغل، وخلونا نسكب الرز. شوفوا ما شاء الله حبات الرز ما شاء الله كل حبة واختها. هننزل الفراخ، انا كنت شايلها في الاول ودلوقتي هنرجع نحطها على الوش. الفراخ دايبة خالص، الاكلة دي هتبقى الفراخ جوسي والرز جوسي، يعني حاجة كده تدوب في البق. وهيك بنكون خلصنا وصفة المضغوط. اعملوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة.